بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة ريال مدريد قدر يتخطى عقبة بنفيكا في مباراة مثيرة جدا انتهت 2-1 في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. طبعا مباراة الذهاب انتهت بفوز الريال برضه 1-0. الريال حجز مقعده في دور ال 16 خلاص. مباراة درامية طبعا عرفت معاناة كبيرة أمام ضغط بنفيكا المتتالي، وانتهت بتأهل مدريدي بشق الأنفس. طبعا نبدأ نقول الأفضل والأسوأ في المباراة من طرف ريال مدريد. طبعا في البداية في إصابة بس كانت مقلقة لراؤول أسينسيو في الرقبة، بتضيف أو مشاكل للفريق في الفترة المقبلة، طبعا بالإضافة لغياب كيليان امبابي بسبب الإصابة على مستوى الركبة اليسرى. ندخل في التقييم على طول. الأسوأ في مباراة النهاردة ممكن نعتبره إدوارد كامافينجا. كان خارج الخدمة تماما، تايه بدون الكورة وبطيء، والمدرب ألفارو أربيلوا استبدله في الدقيقة 77. تقييمه 4/10. تاني أسوأ لاعب كان راؤول أسينسيو. طبعا بداية مهتزة تسببت في هدف بنفيكا، وخرج طبعا متأثر بالإصابة القوية في الرقبة. نديله 5/10. ترينت ألكسندر أرنولد ما كانش في يومه بصراحة، 5.5/10. ظهر كده بشكل إن هو يعني نايم دفاعيا في لقطة هدف بنفيكا. نروح بعد كده لتقييم بقية طبعا اللاعبين. نشوف كده أربيلو أردا جولر عفوا 6.5/10. دخل في أوائل الماتش بالتدريج، سجل هدف وألغاه الفار بداعي التسلل، يعني تسلل مليمتري. روديجير وكاريراس طبعا 6/10. أداء صلب ومنضبط دفاعي من الاتنين. جونزالو جارسيا لعب دور المضحي لتعويض غياب امبابي المصاب، ما ظهرش كتير. 6.5/10. فينيسيوس جونيور حاول بكل قوته يسحب الريال لقدام، وحصل على المكافأة في الشوط الثاني بتسجيل هدف حسم التأهل. 7.4/10. فيدريكو فالفيردي طبعا ده المحرك اللي ما بيهداش، صنع هدف تشواميني وكان مصدر الخطر الدائم في الجانب الهجومي، وطبعا هو اللي صنع برضو هدف فينيسيوس في النهاية. تيبو كورتوا صمام أمان ريال مدريد بالطبع، أنقذ الريال من أهداف محققة خلت الفريق في الماتش، رغم ان الحظ طبعا عنده في هدف بنفيكا الأول. 8/10. ونوصل لرجل المباراة وأفضل لاعب والأعلى تقييم، وهو أوريليا تشواميني. رجل اللقاء بلا منازع، ظهر بنضج كبير جدا وتوج أداؤه بهدف صاروخي من خارج منطقة الجزاء. أعاد طبعا للأذهان نسخة توني كروس في عز عطائه مع ريال مدريد، ياخد 9/10. ده كده تقييم اللاعبين. حضراتكم شايفين مين الأفضل ومين الأسوأ. المايك معاكم والتعليقات مفتوحة، وصلوا على حضرة النبي سيدنا محمد في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.